تخيل يا صاحبي تكون بطل مشهور ومعروف في كل مكان، وفجأة تتصاب بلعنة تدمر حياتك والكل ينساك كأنك ما اتولدتش، حتى بينسوا بطولاتك العظيمة وقوتك المرعبة وبيعتبروك عيل كحيان وغريب عنهم. اهو ده بقى يا صديقي اللي حصل لبطلنا المسكين اللي اخر حاجة فاكرها انه لقى نفسه في مكان غريب مليان سلاسل واعمدة طويلة، وبنلاقيه واقف لوحده ماسك سلاحه ومستغرب من البنت اللي قدامه، خاصة لما ابتدت تحرك اجنحتها الغريبة والجدع واقف مصدوم قصادها ومش عارف هي ملاك ولا شيطان ولا من البشر حتى، لحد ما البنت بتفتح عيونها وبتبص له بخوف وهي بتقول له ساعدني ارجوك. ووقتها الواد بص لها بصدمه وقال لها انت اتجننتي؟ عايزان انا البشري اساعدك؟ ده مستحيل، مستحيل الاعراق البديله والبشر يساعدوا بعض بعد انتهاء الحرب العظمى. ليه ما حدش فاكر العالم الحقيقي؟ ليه ما حدش فاكرني ليه؟ فتفتكر ليه يا صاحبي؟ وايه هي الاعراق البديله؟ وايه اللي حصل في العالم الحقيقي؟ فهيا بنا نغوص في اعماق الحكايه. بنبدأ مع بطلنا كاي واللي بينزل من عربيته الضخمة وبيطلع التلسكوب بتاعه وابتدى يبص على مكان بعيد، تحديدا مقبرة ختم الشياطين، وبنعرف ان هو فريقه مضطرين كل يوم يراقبوها لمدة 5 دقايق. وعشان تفهمني اكتر يا صديقي هحكي لك حدوتة صغيرة. منذ فجر التاريخ كان هناك عرق يسمى عرق الشياطين، ودول عندهم قوة سحرية مرعبة، وكمان العرق السماوي وهتلاقي فيهم انصاف البشر، يعني شكلهم شكل البشر بس طالع لهم اجنحة وشكلهم غريب حبتين، سواء كانوا من الملائكة ولا من الالف. بينما العرق الثالث وهو عرق الارواح، ودول زيهم زي العفاريت كده. اما العرق الرابع هو عرق الوحوش الاسطورية، وده بقى مليان وحوش مخيفة وعملاقة زي التنانين كده. والحرب يا عزيزي ما بين الاعراق الاربعة والبشر كانت مستمرة وما بتخلصش، لحد ما اخيرا البشر انتصروا في يوم من الايام، وكمان حبسوا الاربع اعراق في المقبرة ديت. المهم بقى يا صاحبي بنعرف ان كاي واصدقائه من اتحاد اورزا، ودول مهمتهم يراقبوا المقبرة باستمرار بعد ما ختموا فيها عشيرة الشياطين. بعدها بقى ال5 دقايق بيخلصوا والواد كاي خلص مهمته واتأكد ان مفيش اي خلل في المقبرة، وبيرجع للعربية مع صحابه وبيتحركوا من المكان. وتاني يوم بنروح لاتحاد فرقة اورزا وبندخل لصالة التدريبات، وبنلاقي الواد اشران متبهدل على الاخر وهو بيقاتل تنين ضخم جدا، وكاي بيحاول يتفادى ضرباته بكل حذر وابتدى يجري حوالين الوحش وبيتخطى كل ضرباته، خاصة انه لما حاول يضربه فشل تماما. وقبل ما الوحش يعمل معاه الجلاشة ساكي وقفته بسرعة، وبنعرف انه جسم هولوجرام مش حقيقي. بعدها بقى ساكي ابتدت تهزق كاي اللي بيحط نفسه في الخطر وبيضغط على نفسه بزيادة، بس كاي ما اهتمش وعرفها انه لازم يضغط على نفسه تحسبا لاي هجوم من الاعراق الاربعة، وكمان يكون زي البطل سيد اللي قدر يهزم الاربع اعراق لوحده. والابطال اللي هزمهم هم بطلة عشيرة الشياطين فانيسا، وبطل العشيرة السماوية الفيريا، وبطلة عرق الارواح كيوكو، واخيرا بطل الوحوش الاسطورية راث. ودول حرفيا اقوى 4 في الكوكب ومحدش يقدر يهزمهم غير سيد بسيفه الساطع المميز. لكن الغريب يا عزيزي ان مفيش اي صور او معلومات عن البطل سيد، ومحدش يعرف هو كان موجود اصلا ولا دي كدبه اخترعها التاريخ. بعدها بقى البت ساكي بتروح لاشران اللي عامل نفسه ميت ده وبتقول لهم هنعمل ايه في احتفال ترقية جان، ودي بقى يا عم صاحبتهم الرابعه واترقت وهتنتقل للمقر الملكي، وبنعرف انها هتكون اصغر شخص في التاريخ يوصل للمكانه دي وهي عندها 17 سنه. بعدها بقى كاي بتوصل له رساله من جان واللي بتقول له انا هقابلك بكره بس ما تقولش لاشران وساكي، ولكنهم كانوا بالفعل شافوا كل حاجه. واشران بيقول له شوف لي صاحبتها وبيسيبهم وبيمشي. وتاني يوم كان كاي مستنيها في المكان المحدد لحد ما وصلت وهي مبسوطه عشان اخيرا شافته. المهم بقى بيبداوا التسوق وبيتعرفوا انها ناويه تشتري هديه ليهم هم ال3 عشان لما تنتقل للمقر الملكي مش هتشوفهم لمده 2 سنين، وحتى لما ترجع هيكونوا هم بداوا تدريب في مكان تاني. لكن كاي طمنها وعرفها انهم مش هيتفرقوا ابدا ولازم تركز عشان تتفوق على ابوها واللي بالمناسبه هو رئيس منطقه اورزا. وفي اثناء ما هم واقفين مستنيين العربيات تعدي بيفتكروا ذكرياتهم مع بعض لما كان كاي عنده 10 سنين وراح اول مهمه لمقبره عشيره الشياطين مع ابو جان. وقتها كاي بيسرح في كلامها وفجاه بيفتكر اللي حصل، افتكر وهو بيغرق في مكان غريب وشايف الوحوش حواليه. وقتها كان صغير ومرعوب وهو شايف الوحوش دي كلها ومش فاهم اي حاجه، لحد ما لقى ضوء غريب في المكان، ولما قرب اكتر لقى سيف بيلمع قدامه. واول لما لمسه
فاق من ذكرياته وعرفها انه بطل يحكي في الموضوع ده عشان محدش بيصدقه. المهم بقى جان بتقوله تفتكر اللي هيحصل بعد ما السنتين دول يخلصوا، وبعدت عنه شويه وكانت هتعترف له بحاجه. بس فجاه كاي بيلاقي الصوره بتتشوش قصاده ومناظر غريبه بتظهر قدامه، وبيتصدم لما بيلاقي كل الناس طبيعيه ومحدش شايف كل ده غيره، وبيسمع صوت غريب بيقول تم تفعيل اعاده تجسيد العالم. وفجاه التشويش بيزيد وظلال سودا بتظهر قدامه، وبعدها بتتفتح دايره كبيره في السماء مليانه سواد وجان بتختفي جواها، فبيتصدم وبيقول جان. وهكذا بالفعل تم اعاده تجسيد العالم، وبيلاقي نفسه لسه مكانه بس كل البيوت والشوارع متدمره والارض صابها الدمار والخراب. ساعتها وقف مكانه من الصدمه وهو مش فاهم اي حاجه ولا عارف هو فين بالظبط، وفجاه بيسمع صوت وراه، بيترعب لما بيلاقي الضخمه ظهرت قدامه، وبعدها على طول الوحش الضخم بيظهر وهو بيبص له، وكاي مرعوب ومش مصدق انه شايف شيطان قصاده، لا وكمان بيستخدم السحر. ووسط صدمته الوحش بيهاجمه بضربات سحريه، ولكن كاي بيقدر يتفاداها بسرعه وهو مرعوب ومش مصدق انه شايف شيطان حقيقي، ولكن الشيطان بيعمل اكتر من تعويذه سحريه عشان يقتله. بس على مين يابا؟ كاي على طول جري على شنطته وسحب سلاحه وضرب على الوحش اكتر من طلقه خافت السحر بتاعه، وطبعا الوحش اتصدم من قوه الواد اللي قدامه، وكاي كان مبسوط من سلاحه اللي فيه رصاص مصنوعه من السحر الالفي. بس فجاه الوحش بيتعصب اكتر، بيحاول كاي بدايره سحريه وبيحاول يحرقه بالنار، بس كاي بيهرب بسرعه وبيحاول يتفادى كل ضرباته المميته وبيجري عليه بسلاحه عشان يهاجمه، لكن الوحش بيكسر الارض تحتيه. وقتها كاي بينط فيه بكل سرعته وبيخبطه طلقه بسلاحه بيفشخه حرفيا. ايوه قدر انه يقتله اخيرا، ولكن كاي بيكون تعب على الاخر، خاصه انه يستخدم رصاصه المدفع المعدله. وطبعا كاي كحيان واول مره يعمل المجهود ده كله، وكان اخره يتدرب على الوحوش الاليه، ودلوقتي هزم شيطان بالقوه دي لوحده. بس فجاه بيظهر وراه شيطان تاني وبيتكلم بطريقه وبيقول له انت مين يلا؟ انت عايز تقول لي ان بشر ضعيف زيك يقدر يهزم الشياطين؟ وطبعا كاي استغرب لما لقاه عارف لغه البشر، بس ما اهتمش وبيقول له يلا تعالى لي. الشيطان بص له بطريقه وقال له ما لازم افهم لغه العبيد عشان اعرف اعذبهم براحتي، وشكلك هتوجع دماغي ولازم اخلص عليك دلوقتي. وبيطلع دايره سحريه من تاني وكاي بيستعد عشان يصد ضربته، بس فجاه بيسمع صوت ساكي وهي بتقول له غمض عينك بسرعه، وبترمي على الوحش قنبله ضوئيه وبتسحب كاي للعربيه بسرعه، وبيجروا بالعربيه وهي بتتكلم في التليفون وبتقول قدرنا نامنه وهنرجع دلوقتي. بعدها بتقول له انت من اي جزء وايه اللي طلعك دلوقتي؟ وطبعا كاي كان مصدوم انها مش عارفاه، ولما بيناديها باسمها البنت بتستغرب وبتساله تعرفني منين، وحتى اشرام ما كانش عارفه، ودي كانت صدمه كبيره. ساعتها بيقعد مكانه بصدمه وبيقول لهم انتوا فعلا مش فاكريني؟ احنا كنا في نفس الفريق في نفس الوكاله. الغريب بقى لما البنت بتعرفوا انهم جنود المقاومه وما يعرفوش حاجه عن الوكاله دي اصلا. وقتها كاي بيتصدم من كلامها، بيقول لهم ينفع تحكوا لي اللي حصل بالظبط في العالم ده وليه الدنيا مدمره كده؟ وقتها بيعرفوا ان في حرب حصلت اسمها الحرب العظمى للاعراق الخمسه، وللاسف البشر خسروا، والكلام ده حصل من 30 سنه، ومن وقتها الاعراق الاربعه احتلوا العالم والبشر بيستخبوا منهم وبيحاولوا يحافظوا على حياتهم. وبعد شويه بيوصلوا لمنطقه فشال، ودي الحاجه الوحيده اللي كاي كان عارفها كويس. بيعرفون دلوقتي الاعراق الاربعه هم حكام العالم، وكمان احتلوا اتحاد اورزا، وعشان كده اضطروا يهربوا ويعملوا مدينه جديده. ولما بيدخل معاهم بيعرفوا انهم بيحموا البشر بالطريقه دي، وفي نفس الوقت بيطلعوا يهاجموا الوحوش، وعشان كده اسمهم المقاومه. ولكن كاي ما كانش مركز ولسه مصدوم، بيسالهم ازاي البشريه خسرت في الحرب العظمى. وقتها الاتنين عرفوا ان الوحوش دي قويه جدا وبيهاجموا في شكل جماعات ومستحيل حد يقدر يهزمهم. وطبعا كاي بيسالهم عن البطل سيد وانه ازاي ما ساعدهمش في الحرب العظمى، ولكنه اتصدم اكتر لما لقاهم ما يعرفوش مين ده اصلا، وعرفوا انه مش موجود في عالمهم، لانه لو موجود ما كانش زمانهم عايشين تحت الارض هربانين من الوحوش. وبعد شويه بيلاقي دوشه في المكان، فاشرام بيعرفوا ان الفرقه الرئيسيه وصلت، وكمان عرفوا ان في مدن بشريه كتيره في اماكن تانية غير المكان دوا، والفرقه الرئيسيه بتشرف على المدن دي كلها. بعدها بياخدوه عشان يشوف القائد، وساعتها اتصدم من الناس اللي بتشجع باسم جان، وطبعا مستغرب ان جان حبيبته الكل فاكرينها ولد في العالم ده وكمان قائد مشهور. بعدها بقى ساكي واشرام بيتكلموا معاها باحترام، وعرفوها انهم سيطروا على الهجوم اللي حصل في منطقه فشال، وانقذوا الواد ده واسمه كاي، بس شكله فاقد الذاكره. لكن جان ما اهتمتش ورحبت بيهم واتحركت من جنب كاي، وقبل ما تمشي كاي بينادي عليها بيقولها انت بجد مش فاكراني يا جان؟ احنا كنا لسه مع بعض من كام ساعه، ازاي نسيتيني؟ وقتها جان بتقوله شكلك مجنون يا صاحبي، انا القائد جان مش حبيبتك الهربانه اللي بتقول عليها، وبالسلامه بقى عشان عندي اجتماع مهم. وطبعا كاي مصدوم يا جدعان، مش مصدق ان الكل ناسيه، وبيقول لها انت كدابه، انت بتمثلي انك ولد مش بنت، وكان نفسك تبقي اقوى من
ابوكي. وقبل ما يلمسها واحده من الجنود بتمسك ايده بتقول له ما تحترم نفسك يلا، انت مش عارف انت بتكلم مين ولا ايه؟ لكن جان بتقول لها خلاص يا فالين سيبيه ده شكله مجنون. وفعلا الكل بيسيبوه وبيمشوا ومعتبرينه مجنون. وبالليل بيقعد في غرفه اشران وبيبدا يراجع الكتب والخرايط والسجلات كلها، وكان مصدوم ان كل حاجه زي ما هي، بس سجلاته هو وسيد ممسوحه تماما. وقتها بيمسك راسه بصدمه وهو بيقول معقوله ده عالم ما فيهوش البطل سيد، والاعراق الخمسه كسبوا في الحرب العظمى. بس بعدها بيفتكر حاجه وبيقول لو البشر خسروا وما فيش البطل سيد، ازاي المقابر المختومه للاعراق الخمسه موجوده في السجلات؟ وتاني يوم بياخد عربيه اشان وبيروح لمكان المقبره، وفعلا لقاها موجوده. ودي كانت اول مره يوصل للمقبره لوحده، بس اتصدم لما وصل لباب المقبره ولقاه مفتوح. ساعتها اتردد وما كانش عارف يدخل ولا لا، بس في النهايه اخد قراره ودخل المقبره لوحده. واول لما وصل اتصدم لما لقى قصاده سيف البطل سيد. ساعتها جري عليه بسرعه وهو مش مصدق ان اسطوره البطل سيد طلعت موجوده بالفعل. وقتها بيسحب السيف وبيرفعه وبيسمع صوت غريب بيقول له ما تتنازلش عن السيف ابدا، ده مفتاح تنسيق العالم، انت الان الذي يحمل الشفيره. وفجاه كاي بيختفي من مكانه، بيلاقي نفسه في المكان الغريب اللي شفناه في اول الحكايه. ساعتها بيطلع على السلم وبيسحب سيفه، بيوصل لبنت غريبه مربوطه بسلاسل حديديه، وكان مصدوم من شكلها اللي جامع ما بين الثلاث اعراق. لو كمان بتتكلم وبتقول له ارجوك ساعدني، وبيتعرفوا بعدها ان اسمها ريني. وفجاه بيغمى عليها وكاي بيجري بسرعه وهو مش عارف يساعدها ازاي، وخايف تكون شيطانه ولكنه قرر يساعدها. بيحاول يكسر السلاسل الضخمه بس بيفشل تماما. ساعتها بيقرر يستخدم حامل الشفيره، وبالفعل السيف بيتحول وبضربه واحده منه بيقسم العمود نصين، والبنت اخيرا بتتحرر من قيودها. وقتها كاي بيشيلها وبينادي عليها عشان تفوق، لكن فجاه البنت بتطير في الهواء وبتصرخ بكل غضب على فانيسا، وهي بتقول لها اخرجي من مكانك يا جبانه، مفكره انك هتهزميني لما تبعتي الواد الكحيان دوت. وبعدها بتتعصب وبترمي عليه ضربه سحريه ضخمه ومخيفه، ولكنه بيصدها بالسيف. وطبعا البنت بتتصدم من قوته، لكن كاي عرفها انه مجرد بشري، ده غير انه ساعدها فالمفروض تشكره بدل ما تهاجمه كده. وفعلا اخيرا البنت بتهدى وعرفته انها بتكره الشياطين وعشان كده هي متعصبه. بس الغريب انه لما سالها عن عرقها رفضت تجاوبه، ويا دوبك قالت له اسمه وتعرفت عليه. ولما بيسالها هم فين دلوقتي قالت له ما اعرفش، انا كنت بقاتل فانيسا وفجاه لقيتني محبوسه هنا. وطبعا كاي اتصدم انها قويه لدرجه انها تقاتل بطله الشياطين لوحدها، بس رينا عرفته انها قويه جدا وتقدر تقاتل جيش كامل من الشياطين لوحدها. ولكن فجاه وهما بيتكلموا بتفتح بوابه سحريه غريبه بيطلع منها كائن غريب بيقول واخيرا كيان المصير الفردي استيقظ. وفجأة بتبدأ تهاجمه وبتكسر المكان كله بقوتها المرعبة، وريني وكاي بيهربوا منها بسرعة، لكن للأسف بتلحقهم بنفس الدايرة السحرية وبتقدر بدراعها تمسك ريني، وابتدت تعصر جسمها بكل قوة والبنت بتصرخ من كتر الألم. ولكن كاي بضربة واحدة من سيفه المرعب قطع دراعها وقدر ينقذ ريني، وهربوا من دايرة سحرية نقلتهم بره المقبرة بالكامل. وأول لما خرجوا ريني شكرته وهي مرعوبة إن أخيرا حد أنقذها، وعرفته إن دي أول مرة حد يعمل حاجة عشانها. على طول الكل بيكرهها سواء السماويين او الارواح او حتى الوحوش الاسطوريه، كلهم شايفينها غريبه ورافضين وجودها. حتى الشياطين ابتدوا يهاجموها ويعذبوها، عشان كده بتكرههم وقررت تهاجم فانيسا. وطبعا كاي زيها محدش فاكره ولا بيحبه ووحيد تماما في العالم دوا، حتى اصحابه تخلوا عنه وهو مش عارف يتاقلم في التاريخ المدمر بعد ما الشياطين احتلت المدن وهزموا البشر. وقتها رين بتستغرب لانها اول مره تسمع الكلام دوا، واخر حاجه سمعتها ان في حد اتخانق مع فانيسا وقدر انه يهزم الشياطين، وساعتها البشر هم اللي انتصروا. وطبعا كاي ما صدق ان في اخيرا حد يعرف البطل سيد، بس للاسف ريني ما كانتش تعرف اسمه. المهم بيخرجوا من المقبره ولكن ريني بتقع من كتر التعب. ساعتها كاي قرر ياخدها معاه ويفضلوا مع بعض. وطبعا خلال رحلتهم في المدينه عملت مصايب كتيره، وكاي علمها ازاي تقدر تخفي اجنحتها الغريبه عشان ما حدش يشك فيها. وبعد كده بيقعدوا مع بعض في نفس الاوضه، وريني بتساله ليه العالم اتدمر بالشكل دوت، وكاي عرفها انه ما يعرفش السبب، بس اللي متاكد منه ان نتائج الحرب العظمى للاعراق الخمسه انعكست، والمفروض ان التاريخ الصح ان البطل سيد هو اللي فاز. لكن اللي بيحصل دلوقتي مش مفهوم ووراه سر كبير. وبعد شويه كاي بينام من كتر التعب، لكن فجاه
بيصحى على صراخ ريني وهي بتعرفه انها حاسه بوجود شياطين قويه في المكان، وبعدها على طول اشتغلت الانذارات والشياطين بتهجم على المدينه والناس بتصرخ والجيش مش عارف يتصرف لان الرصاص مش نافع معاهم. وقتها كاي قرر يساعدهم ويلعب دور البطل سيد في العالم دوا. بنشوف بعدها ساكي مع الجيش ومش عارفين يتصرفوا، فجريت بسرعه عشان تجيب لهم اسلحه تانية، وبنلاقي شيطان بيهاجمها وبيجري وراها، ولكن كاي بيتدخل وبيخلص عليه، بيقول لها هاتي ميه بسرعه، الوحوش دي من اجسام حجريه والميه هتقلل حركتهم ومش هيعرفوا يطيروا. وفجاه بيسمع صراخ قشران اللي واقف مرعوب قصاد الوحش اللي جمد جسمه، ولكن في اخر لحظه كاي بيهجم على الوحش وبيقتله والتحجر اللي على قشران بيتشال، وبنلاقي وحش بيهاجم كاي وبالفعل بيقدر يصد الضربه، وبيظهر وحش تاني من وراه وشكلها النهايه، ولكن على طول ريني بترمي عليهم تعويذتها السحريه وبتخلص عليهم، وكاي ساعتها بيعجب بمهاراتها الشديده وقرروا يقاتلوا مع بعض بعد كده لحد ما قشران جالهم وبيسأل باستغراب عن الرصاصات اللي لغت السحر، لو كمان قدر يصد ضربات الشياطين بايديه من غير اسلحه. ساعتها كاي عرفهم انه جاي من عالم البشر فيه انتصروا في الحرب العظمى، وعشان كده الاسلوب القتالي والرصاصات دي من انواع قويه. وساعتها ساكي بتقول لكاي انت لازم تيجي معانا لمقر الجيش، واكيد القائد جان مش هيرفض انضمامك، وفعلا بيوافق هو وريني وبيتحركوا بالعربيه ناحيه العاصمه الملكيه. ساعتها كاي كان مستغرب ان مقر الجيش في العاصمه القديمه، ساعتها عرفوه ان والد جان هو اللي اقترح المكان دوا لان الشياطين مستحيل يفكروا فيه. وبعد شويه بيدخلوا غرفه الاجتماعات وكاي بيعرفهم بنفسه على شريكته ريني، ولكن ساعتها القاده متعصبين ومش مصدقين انه جاي من عالم البشر انتصروا فيه. وحتى جان بتقول له انت من كام يوم كنت بتتكلم معايا كانك تعرفني من سنين، قول لي بقى يا صاحبي ايه نوع علاقتنا بالظبط في العالم بتاعك. ساعتها كاي قال لها كنا اصحاب واصدقاء طفوله وانت كنت دايما عايزه تكوني زي اخو جير. الغريب ان جان بتتوتر بتلغي الاجتماع فورا في وسط نظرات فالين المصدومه، وبعد كده كاي كان في اوضته لحد ما فالين خبطت عليه قالت له ان جان عايزه تقابلك، وبالفعل بيتحرك معاها هو وريني، وفي الطريق بتقول له انا سمعت من ساكي انك عارف نقطه ضعف الوحوش الاسطوريه. فكاي قال لها ايوه ولكن اتمنى انكم تصدقوني في النهايه. فبتقول له مهاراتك القتاليه ومعلوماتك لو هنستفيد منها فهنصدقك يا صاحبي. وبعد كده بتدخله للغرفه وبيتصدم لما بيلاقي جنب شعرها وبترحب بيه، وقتها اتاكد انها بنت فعلا ومخبيه عليهم. ساعتها جان بتقول له محدش يعرف ان بنت غير فالين وكم واحد من القاده، قال لها وبما اني كشفت سرك هتصدقيني مش كده. وقتها جان عرفته انها شكت فيه عشان يعرف اسم ابوها وجدها واسرار حياتها، ولكن برضه مش هتقدر تثق فيه بسهوله. وبتشرح له بعدها انهم ناويين يتحدوا مع المدن البشريه الخمسه عشان يوقفوا الشياطين بعد ما هجموا على مدينه فيشال الجديده، فلازم يخلصوا على الشياطين قبل ما يدمروها من تاني. وقتها رينا عرفتها ان الموضوع مش بالسهوله دي عشان حتى لما يهاجموهم كده هيخلوا الشياطين كلهم يهجموا على المدينه الجديده، ده غير ان الشيطان منهم لو استخدم سحره هيدمر المدينه كلها. وطبعا جان كانت عارفه كل ده ولكن ما عندهاش اي حل تاني. وكاي عرفها انهم لازم يهاجموا العاصمه الملكيه وان في شيطان واحد لازم يستهدفوه ويهزموه، وبيكمل بعدها وبيقول لهم لازم نهزم بطله الشياطين فانيسا. طبعا جان افتكرته مجنون عشان فانيسا دي لوحدها من 30 سنه دمرت دفاع العاصمه واحتلت القصر الحكومي، ولكن كاي متاكد ان سيف البطل سيد هيقدر يهزم فانيسا، خاصه ان ريني ناويه تساعده وهما الاتنين بس هيقدروا يهزموها. ولكن فالين قالت له وانت هتستفاد ايه لما تهزمهم وانت مش من العالم بتاعنا حتى. فكاي بيقول لها عندك حق انا فكرت كتير وفعلا جاي من عالم تاني ومفيش اي سبب يخليني اعرض حياتي للخطر، ولكن اشان وساكي بيقاتلوا بكل قوتهم وممكن اخسرهم في اي لحظه، وحتى لو رجعت للعالم بتاعي هتكسف ابص في وشهم وانا سبتهم يموتوا من غير ما اساعدهم. المهم بعدها بيعرفهم ان الشياطين منتشرين بشكل كبير على الحدود ولكن عدد قليل منهم في العاصمه الملكيه، وعشان كده لما نقاتل فانيسا عايز جنود يقاتلوا جيش الشياطين. وطبعا جان وافقت ولكن عرفته ان نص الجنود هتموت قبل ما يوصلوا للقصر حتى. لكن فجاه فالين عرفتهم ان في ممر سري موجود تحت ارض القصر عباره عن سكه حديديه وان العائله الملكيه كانوا عاملينها للهروب والشياطين والبشر ما يعرفوش حاجه عن المدخل دوا. وطبعا جان
مصدومة عشان فالين ما قالتلهاش المعلومة دي قبل كده، ولكن اتصدمت اكتر لما فالين عرفتها ان ابوها عارف المعلومة دي وطور المكان كمان من 15 سنة، ولكنه ساعتها ما كانش يقدر يهاجم بطلة الشياطين فانيسا. وبالفعل قرروا هما الاربعة يتحدوا ويهزموا الشياطين ويرجعوا مدينتهم من تاني، وبيتم تجهيز الجيش والعربات. وريني ساعتها بتبص لهم بحزن وهي بتقول انا بكره كل الاعراق عشان بيتنمروا عليا، وكمان بكره نفسي عشان انا جزء منهم كلهم. المهم بقى يا صاحبي العربيات كلها بتتحرك من النفق السري عشان يوصلوا للقصر الملكي وينقذوا الرهائن المخطوفة ويهزموا فانيسا. وبعد شوية الجيش بيوصل للمنطقة السرية وجان بتتكلم بكل قوة مع جيشها وعرفتهم انهم حاربوا لسنين طويلة للحظة ديت، فلازم يستعدوا بكل قوتهم عشان يهزموا بطلة الشياطين. وبالفعل الجنود بتشتعل من الحماس وكلهم بيجروا وراها للمهمة المرعبة اللي قدامهم، ولكن اول لما بيبصوا ناحية القصر الملكي بيتصدموا من عدد الشياطين اللي في المكان، على عكس كاي اللي جري ناحيتهم بكل شجاعة وابتدى يقاتلهم بكل قوته وبيصد ضرباتهم المميتة، ما اهتمش بشكلهم المرعب وعددهم الضخم اللي قدامه، وابتدى يقاتل فيهم هو وريني لحد ما خلص عليهم كلهم. بعدها قرروا يتقسموا ل3 مجموعات عشان يعرفوا يدخلوا القصر ويلاقوا فانيسا. وبالفعل اول مجموعة مهمتهم منع اي شيطان يدخل للقصر الملكي، والمجموعة التانية مهمتهم ينقذوا المساجين اللي تحت الارض، والباقيين هيطلعوا لسلم الطوارئ عشان يوصلوا لفانيسا. وفي اثناء ما هما بيجروا بكل سرعتهم ريني بتشاور لهم على عفريت صغير وعرفوا انه هيستدعي شيطان ضخم جدا، وبالفعل الحيطان اتكسرت وظهر منها شيطان ضخم ومرعب بيهاجمهم بكل شراسة ومسك واحد فيهم عشان يقتله، ولكن فالين جريت بسرعة عليه وقطعت دراعه بتقول لهم كملوا طريقكم انا هخلص عليه لوحدي. وبالفعل جان وفاريها بيوصلوا الغرفة. اول لما جان بتدخل بتتصعق بضربة سحرية قوية جدا، ولكن الغريب انها بتظهر بدون خدش واحد، وكل ده بسبب بدلتها المصنوعة من السحر الالفي. فبتقرر تقف قصاد الشيطان هي وجيشها وبتقول لهم كملوا الطريق. وفعلا الاربعة بيتحركوا بسرعة بيلبسوا اشرطة على دراعاتهم مصنوعة من لبس ريني، وبنعرف ان من خلالها الشياطين مش هيحسوا بوجودهم. ولكن فجأة شيطان ضخم جدا ظهر قدامهم، وقبل ما يصرخوا ريني بتحطهم جوه حاجز سحري والوحش بيتحرك من قدامهم من غير ما يشوفهم. بعدها اشران وساكي بيتمركزوا في غرفة التحكم ودورهم ينتظروا الاشارة من كاي ويطفوا انوار المبنى كله. وريني بتقول لهم محدش فيكم يتكلم عشان الشياطين ما تحسش بيكم. وبعدها كاي وريني بيتحركوا بسرعة، ولكن فجأة بيظهر وحوش ضخمة وطويلة جدا وكانوا هيبداوا يهاجموهم لولا ان ريني مسكت كاي واتفادت بكل ضربات الوحوش، وبعدها رميته بعيد وقفلت عليه بحاجز جليدة عشان تقاتل الوحوش لوحدها. والشياطين ساعتها كانوا مصدومين من ريحتها وشكلها، ولكنها بتستعد وبتقول لهم يلا تعالوا. وبنرجع لكاي اللي اخيرا وصل لغرفة بطلة الشياطين فانيسا اللي كانت قاعدة مكانها بكل برود وبيترحب بيه. وبنرجع لجان وفريقها اللي لسه بيقاتلوا الشياطين بكل قوتهم، خاصة جان اللي اتجننت على الاخر وابتدت تهاجمه بكل قوتها لحد ما غيرت شكل سلاحها وحولته لقوس القمر وضربته بسهم واحد فجره حرفيا، لكنها كانت تعبانة جدا وقوتها استهلكت. بس فجأة السقف اتكسر وظهر منه وحوش تانية، وقبل ما تستوعب لقيت حد صد هجومهم بسرعة مرعبة، وبيتضح انها فالين اللي بتكون خلصت على الشيطان اللي تحت. وبنرجع بقى للواد كاي اللي هيتنفخ كمان شوية. المهم بقى فانيسا قعدت تتريق عليه، خاصة لما عرفها انه جاي من عالم الشياطين اتهزموا فيه على ايد البشر، ولما عرفت ان اللي هزمها كان اسمه البطل سيد اترعبت تماما، ولكنها ما اهتمتش وهجمت على كاي بسحرها القوي، ولكنه صد ضربتها بسرعة وعلى طول طعن السيف في جسمها، لكن كاي بعد عنها بسرعة واعجبت بيه وعلى طول عملت دايرة سحرية ضخمة وخلطتها بسحر النار وهجمت بيها على كاي المسكين، ولكن اتفادى ضربتها بسرعة. والصدمة لما ضربة واحدة منها دمرت المبنى ولكنها صاروخ نووي، لكن بعدها حوطته بدايرة سحرية هجمت عليه باكتر من تعويذة سببت انفجار كبير في المكان، لكن الصدمة ان الطلقة المرعبة دي ما اثرتش فيه، وده خلى فانيسا تستغرب عشان ما حدش يفلت من الضربة دي غير لو بطل من ابطال الاعراق الاربعة. في نفس الوقت اللي ريني بتظهر في المكان عشان تحمي كاي، لكنهم اتصدموا لما لقوا نفس الدايرة الغريبة اتفتحت وظهرت منها الكائن الغريب. والصدمة الاكبر انها كتفت فانيسا بكل قوتها وهي بتتكلم بصوتها العالي وبتقول انها رصدت تقلبات غير متوقعة من بطلة الشياطين بعد ما ذكرت البطل سيد، وبتبدأ تعصر فيها بطريقة
بطريقة مرعبة، وفانيسا بتصرخ وهي سامعاها بتقول يتم الآن إزالة شفرة البطلة فانيسا عن هذا العالم. لكن قبل ما تقتلها فانيسا بتتعصب، بتكسر كل قيودها وشكلها بيتغير، وبتفجرها بضربة متفجرة مدمرة بتدمر نص المبنى حرفيا. ولكن الغريب ان الكائن لسه ما ماتش، ولكنها هربت بسرعة جوه الدايرة السحرية بتاعتها، خاصة بعد ما فانيسا ظهرت على حقيقتها، وبتنزل على الأرض بشكلها المخيف وبتقف قصادهم. ولكن ريني فجأة بتجري عليها بسرعة وبتفعل حاجز الروح عشان كاي يقدر يهرب قبل ما تقتلهم. ولكن فانيسا كسرت الحاجز ورمتها بعيد، وقبل ما تقتلها كاي بيجري عليها بسرعة، ولكن فانيسا بترمي عليه تعويذة مدمرة بتفشخه حرفيا، وللأسف فقد مات البطل. وريني فضلت تصرخ باسمه وهي متأكدة من موته، وبتقول أنا السبب في موت الشخص اللي فهمني أخيرا. وبالفعل ريني بتقوم من تاني وهي متحوطة بهالة سحرية شافت كل جروحها، وشكلها ابتدى يتغير وبيجمع ما بين الأعراق الخمسة، وهي بتتكلم بغضب مخيف وبتقول لها مش هسامحك وأوعدك إنك هتموتي دلوقتي. وبالفعل البنت جريت عليها وفضلت تضربها بشراسة مخيفة ونفختها على الآخر. لكن فجأة فانيسا مسكت ايديها وهي بتضحك وبتقول لها ايوه اظهري على حقيقتك المقرفة، كنت خايفة يشوفك بالمنظر ده، اهو مات وسابك دلوقتي، وكل ده بسبب جبنك وخوفك. الغريب ان ريني ما اهتمتش وقالت لها عندك حق، بس كده مش هرجعه للحياة، فموتي معايا بقى. وفجأة بتمسك ايديها وبترمي عليها لعنة قوية، وفانيسا بتصرخ من الألم. لكن فجأة ريني ضعفت ووقعت على الأرض، وبيتضح ان اللعنة مرتبطة بقوتها السحرية، ده غير ان فانيسا عاملة تعويذة مرعبة بتعكس اي هجوم من الأعراق الأربعة. وبكده ريني خسرت قصادها وفضلت تعيط وهي بتعتذر لكاي، وفانيسا ما اهتمتش ورمت عليها تعويذتها السحرية وحرقتها حرفيا. ولكن بيحدث الذي لم يكن في الحسبان، ايوه كاي بينقذ ريني وبيصد هجوم فانيسا المرعب، وبيقرر يقاتلها بكل قوته عشان يحمي شعبه من شرها. وفجأة فانيسا بتتعصب اكتر وبتستدعي كويكب الشيطان الدموي، ولكن بضربة واحدة من سيف كاي بيحطمه حرفيا. ساعتها فانيسا بتفعل تعويذة بتحوط المبنى كله بالنار، ولكن كاي بيدي الاشارة بسرعة والانوار كلها بتطفي، وريني وكاي بيهجموا عليها بسرعة، والواد الجاحد قطعها بسيفه بضربة واحدة قسمها نصين. وقتها بتقع على الارض بضعف، وقبل ما تموت بتفتكر سيد، وبيتضح ان في شخص تسبب في اعادة تجسيد العالم، والاكيد انه حد من الابطال الثلاثة، والبطل سيد كان عارف ده، عشان كده خلى فانيسا تحمي سيفه بعد موته، لان ده المفتاح الوحيد لتصحيح تعديل العالم. وفعلا فانيسا بتموت وبتختفي هي وشياطينها من هذا العالم. وتاني يوم الاخبار بتنتشر في جميع المدن، وبنشوف كاي بيقول ان في حاجة حصلت في العالم والكل اتأثر بيها ما عدا هو وريني. وبعدها جان بتجيلهم وبتعرفهم ان المدينة هتتبني من تاني، وانهم قرروا يحاربوا باقي الاعراق، وعشان كده كاي وريني قرروا يساعدوهم. وساعتها كاي بيقرر انه يبقى البطل سيد للعالم دوت، وينهي حرب الاعراق الخمسة للابد بمساعدة ريني واصدقائه. وبعد 5 ايام من المعركة الكل بدأوا ينظفوا في البلدة، وفجأة البلد بتتحوط بحاجز شيطاني، وبيتضح انها اخت فانيسا وجايه تعلم على كاي، فهاجمته ولكن الواد كاي صد ضربتها بسهوله. ساعتها البنت جابت ورا وعرفته على نفسها، والغريب انها شمتانه في اختها عشان خسرت قصاد بشري، وكملت بغرور وعرفته ان لو باقي الشياطين اجتمعوا هيقدروا يرجعوا العاصمه الملكيه، بس هما قرروا ياخدوا هدنه وما يهاجموش البشر، لو كمان يسيب لكم العاصمه الملكيه، ولكن بشرط، واللي هو ان كل المناطق التانيه تفضل للشياطين، لو كمان هتشجعوا لو قرر يقاتل الاعراق الثلاثه. وبتقول له يخلي باله من حاكم السماء الفيريا، وبتسيبهم وبتمشي. وهم في الطريق ريني بتشم ريحه وحش اسطوري، فبيفتحوا الشباك بسرعه وبيتضح انه فوقهم طاير في السماء. وقتها كل الجنود بيضربوا عليه نار بسرعه، لكنه للاسف وقع عربيتين. ساعتها كاي وريني بيستخدموا طلقه الرعد وبيقدروا يهزموه، وبيهرب بسرعه من المكان، وبيضطروا يخيموا في مكانهم عشان يعالجوا الجرحى. وتاني يوم بيتحركوا بالعربيات لحد ما اخيرا بيوصلوا للمدينه، وكل السكان بيرحبوا بيهم حرفيا، لحد ما بيقابلوا المستشار اللي عرفهم ان الكل مبسوط بيهم بعد ما هزموا بطلة الشياطين. المهم بقى الحاج بياخدهم عشان يقابلوا الرئيس، وفالين كانت عارفه ان اسمه دانتي، راجل بصرم كده ومش طايق نفسه وبيكره البت جان، لو كمان مسمي نفسه الامبراطور وما فيش زيه في الكوكب. المهم بقى بيوصلوا لباب الغرفه، وفجاه بتظهر قصادهم مساعده الرئيس واللي اسمها كوبي، وبتاخدهم لعم دانتي اللي اول ما شافهم اتهفرط،
اتورط وفضل يهزق فيهم عشان يتاخروا عليه. لو كمان قال لهم ايه اللي جابكم هنا؟ هزمتم الشياطين وجايين تسرقوا جيشي ولا ايه؟ ساعتها جان هدته شويه، قالت له ما تهدى على نفسك يا عم البطل، ما بالك العرق السماوي مبهدلك انت وجيشك، اهدى يا حاج كده وما تقرفناش معاك، انت اصلا ما حدش طايقك، فخلي جيشك مبسوط بوجودك بدل ما يزحلقوك من على الكرسي اللي انت قاعد عليه. بعدها بقى المستشار بيجمع الجيشين، بيبدا يشرح لهم الخطه والاماكن اللي متخبي فيها العرق السماوي، وبما انهم ما يعرفوش اصلا البطل مستخبي فين عشان يهزموه، البت جان الجلاله خدتها وقررت تبحث عنه بنفسها، وهتستعين بشويه جنود من الجيش تروح معاهم. وبالفعل تاني يوم جان بتاخد الجنود وبتروح للغابه الالفيه، واللي في نفس الوقت الاخبار بتوصل لدانتي من العقربه اللي معاه، وطبعا كان متعصب من جان عشان هتقوم الجيش عليه. وبعد شويه جان بترجع بالسلامه والمستشار بيرحب بيها، وطبعا كده عرفوا معلومات كتيره عن الغابه هتفيدهم في خطتهم اللي جايه. وبالفعل تاني يوم جان بتبدا تشرح لهم كل حاجه في الغابه الالفيه، وازاي الجيش هيتحرك ويتقسم لمجموعات ويكملوا استكشاف في باقي المناطق عشان يقدروا يهزموا العرق السماوي. وبنرجع بعدها لدانتي اللي متعصب من اللي بيحصل، لحد ما كوبي اديته ورقه صغيره قالت له اهدى بس يا باشا، ورانا حاجات اهم بكتير لو نجحنا فيها مكانتك هتكبر من تاني. بعدها على طول بيستدعي المستشار اللي استغرب لما عرف ان دانتي عايز يقود الجنود بنفسه للغابه الالفيه، لو كمان هيقبض على الالف والملايكه كأسرى حرب، وبيحذروا ان حد يعرف حاجه عن المهمه ديت. يا ويلتاه من هذا الخبث العظيم. بنرجع بعدها لرين اللي جريت على كاي وهي قلقانه، بتقول له انا حاسه ان مساعده الرئيس كوبي مش بشريه، وانها من الالف او شيء من هذا القبيل. بعدها على السريع بنشوف بنتين واقفين قصاد الحاكم الفيريا ومصدومين انه ناوي يخونهم. وقتها الفيريا بيعرفهم ان العالم ده كله للملايكه، باقي الاعراق مالهمش لازمه سواء الالف او الاقزام او حتى الجنيات. وفجاه بيظهر وراه الوحش الالي وبيعرفهم انه من النهارده عدو ليهم، وكمان هيقطع كل الروابط بيهم للابد. وبينما هما مصدومين من كلامه فجاه بيرفع سلاحه عشان يقتلهم. وقتها الملكه حاولت تصد هجومه، لكن للاسف هجومه كان اقوى وحصل انفجار كبير طير البنت التانية، واخر حاجه شافتها الملكه وهي متجمده وسط البلورات. وبعد شويه بتصحى مفزوعه والناس بره بينادوا عليها، بتؤمر الجنود بجمع كل السكان من كل الاصناف. وبعدها بقى بنروح للغابه، بنلاقي كل العربيات فاضيه والجنود ودانتي مختفيين تماما. وطبعا كاي وجان مستغربين ان دانتي غبي لدرجه انه يهاجم الغابه لوحده بجيش صغير زي ده، ولكن دلوقتي بيتاكدوا ان كوبي جاسوسه وانها من الالف، والاكيد ان في جواسيس اكتر في الجيش فلازم ياخدوا بالهم بعد كده. المهم بقى رين بتعرفوا انها شامه ريحه الف قريب من هنا، فبيمشوا وراها عشان يوصلوا لهناك. المهم بقى بيوصلوا لمنطقه غريبه والريحه بتقف لحد هنا، وفجاه بتظهر بوابه سحريه بتبلعهم كلهم، وبيظهروا من تاني في اعماق الغابه الالفيه. وفجاه بيلاقوا بنت بتلعب وبتجري ورا فراشه، وجان عرفتهم ان دي جنيه سماويه. وفجاه البنت بتخبط في رجل قشان وكانت مستغربه شكلهم، ولما عرفت انهم بشر جريت بسرعه وهي بتعيط لحد ما وصلت لحدود القريه. وطبعا كلهم بيجروا وراها واتصدموا لما لقوا جنود قصادهم، وقبل ما يرفعوا اسلحتهم كوبي بتظهر وبتوقفهم وهي مش مصدقه انهم قدروا يفعلوا البوابه. ولكن كاي سالها عن دانتي وباقي الفريق فعرفتهم انهم بخير، ويا دوبك شموا شويه سم من النباتات شل حركتهم، وكمان مش هيقدروا يحركوا صباح حتى لمده كام يوم، ولكن ممكن تحرر الرهين بشرط واحد، وانه جان وفريقها هيقتلوا الملايكه، وبما انهم قتلوا بطله الشياطين فهيقدروا يعملوا ده بسهوله. وطبعا كاي كان مستغرب من العداوه، خاصه ان السماويين عرق مترابط وبيحبوا بعض. وقتها كوبي بتاخدهم لريري اللي ما كانتش طايقاهم. والمهم بما انهم قدروا يقتلوا بطله الشياطين فانيسا فعايزين يعملوا معاهم اتفاق قصاد انهم يرجعوا لهم الرهاين، ولكن بشرط انهم ينقذوا الملكه من الفيريا. ولما لقيتهم استغربوا شرحت لهم ان الفيريا في الاول كان شخص طيب وحنين، لحد ما فجاه طلب منهم يخضعوا لاوامر الملائكه. طبعا كلهم رفضوا، والزعيمه ومساعدتها ريري راحوا يعبروا عن رفضهم، لكن للاسف حبس الزعيمه عنده، وعشان كده عايزين ينقذوها وللاسف لازم يعتمدوا على البشر. وطبعا كاي كان عارف ان الالف ما يقدروش يقتلوا الملائكه بشكل مباشر، بينما فالين قالت لهم ايه اللي يضمن لنا انكم مش ناويين تغدروا بينا. فساعتها كوبي بتقول لها انا هاجي معاكم لحد قصر الملائكه، ولو حسيتوا اني بكدب عليكم اقتلوني على طول. لكن البنت فالين ذكيه برضو وقالت لها انت مفكره ان حياتك لوحدك هتساوي حياتنا كلنا ولا ايه؟ وقتها ريري بتقول لها عندك حق، انا اللي هاجي معاكم في المهمه ديت. وبالليل كده الكل نايم ما عدا كاي، لحد ما جات له ريري اللي بتساله عن قوته المرعبه اللي خلته يهزم فانيسا، وهل هيقدر يهزم الفيريا ولا هيهرب هو وجيشه. وقبل ما تمشي كاي بيسالها ان كانت
كانت تعرف واحد اسمه البطل سيد، والغريب انها ما تعرفوش، وده خلى كاي محتار وافتكر اخر كلام بينه وما بين فانيسا اللي عرفته ان العالم هيتبني من تاني، وان البطل سيد هو اللي سمى الظاهرة دي بإعادة تجسد العالم، وفي واحد للأسف فعل اللعنة وهو واحد من الأبطال الثلاثة. المهم تاني يوم بيجهزوا عشان يدخلوا قصر الملايكة. ريري بتفعل تعويذتها وفجأة الدايرة السحرية بتحوطهم عشان يدخلوا جوه القصر، وبيتصدموا لما بيلاقوا قصادهم ملايكة محروقين، ولكنهم ما اهتموش ودخلوا للدور اللي بعده. لكن فجأة بيتهاجموا من حد مجهول لكن اتفادوا ضربته بسرعة. بتظهر واحدة من الملايكة واللي بتطلع ملاك الحرب، وكمان مساعدة وخادمة لألفيريا، وما كانتش طايقة ريري وقاعدة تهزق فيها، لكنها ما اهتمتش. قالت لها انت اللي هاجمت الملايكة اللي بره ولا ايه؟ فبتقول لها ايوه عشان رفضوا اوامر الملك، وكمان قريب الزعيمة بتاعتك هتتعدم عشان تبقى عبرة للباقي. وعلى طول فالين بتطير عليها وساكي واشام بيضربوا عليها نار، وطبعا البنت مصدومة من وجود البشر في قصر الملايكة، ولكن محدش يهتم وفضلوا يهاجموها. فالين وباقي الجنود بيقفوا قصادها، وساعتها الباقي بيكملوا طريقهم، ولكن فجأة بيهجم عليهم جند حديدي وريني بتصد ضربته، وكمان قررت انها تحاربه عشان كاي يكمل طريقه. وبالفعل بيتحركوا، ريني بتفرد جناحاتها عشان تبدأ تنفخه، واثناء ما كاي والباقيين بيكملوا طريقهم ريري بتفعل سحرها لحد ما اخيرا انتقلوا لاخر دور ووصلوا للزعيمة. بس فجأة بيظهر ألفيريا قصادهم وهو متعصب من وجود البشر، وكمان بيقرر يخلص عليهم، ولكن الاول بيقرر يعدم الزعيمة. وقتها ريري اتعصبت وجريت عليه بسرعة، لكنه كان هيقتلها بسحره لولا كاي اللي صد ضربته بحامل الشفيرة. وطبعا ألفيريا مستغرب ان كاي بشري وبيدافع عن الالف، وكمان متأكد انه عيل ضعيف، لكن كاي عرفه ان السيف ده قدر يهزم فانيسا، لكن ألفيريا مهتمش وعرفه انه هيقتل اي حد يعصي اوامره. ساعتها جان بتضربه بكسع الالف بوم، ألفيريا بيتجرح فبيتعصب وبيضربها بالرعد السحري، بس هي ما اتأثرتش بسبب البدلة الالفية. وقتها ألفيريا بيرمي سحر مدمر عليهم، ولكن ريري بتعمل حاجز بتصده، وبعدها بيقرروا يحرروا الزعيمة الاول، ولكن ألفيريا بيرمي عليهم الرمح المقدس، وريري ما قدرتش تصده لولا كاي اللي اتدخل بسرعة سيفه. وعلى طول ريري بتطير بسرعة على الزعيمة بخنجرها، لكن الغريب ان الحاجز ما تأثرش، لو كمان الخنجر بيتكسر. وقتها ريري استغربت من قوة الحاجز والسحر الغريب اللي بيستخدمه ألفيريا، وكانت مفكرة ان قوته المرعبة دي هي اللي غيرته، ولكن ألفيريا عرفهم انه مبسوط عشان لقى تابع افضل منهم. وفجأة الدوامة السحرية بتتفتح وبيطلع منها الوحش الغريب واللي اسمه رايزر، وعلى طول ألفيريا خلى رايزر يدمر المكان، وفعلا عمل اعصار ضخم طير جان لولا ريني اللي مسكتها بسرعة. وساعتها كاي بيسأل ألفيريا هو انت اللي ورا اعادة تجسيد العالم، ولما استغرب ساعتها قال له طيب طب تعرف البطل سيد؟ بس فجأة ألفيريا تعب وفضل يردد اسم البطل سيد بطريقة غريبة، وعلى طول رايزر بدأ يخنقه بعد ما رصد منه تقلبات غير متوقعة، خصوصا بعد ما اتأثر بكلمة البطل سيد، وابتدى يقول تنفيذ الشفيرة 0، إزالة شفيرة ألفيريا عن هذا العالم. وفجأة الدوامة بتسحب ألفيريا لحد ما بيختفي تماما، وبعدها على طول رايزر هو كمان بيختفي، والكل حرفيا مصدومين من اللي حصل. بس فجأة نفس الدوامة بتظهر وجواها ألفيريا اللي شكله اتغير تماما وتحول لروبوت مرعب، وبيقول لهم يلا تعالوا. ساعتها كاي افتكر اللي حصل يومها لما ظهرت نفس الدوامة والعالم كله اتغير، لكن بعدها ألفيريا بيهاجمهم بسحر وريني حاولت تصده، ولكن الحاجز اتكسر والضربة صابتها وريني بيغمى عليها. والغريب انه استخدم السحر من غير ادواته. وقتها ريري حاولت تكلمه بس بيهاجمها بقوة، والبنت بتحاول تصد هجمته لكنه للأسف كان هيموتها، ولكن كاي اتدخل وبدأ يواجهه. الدنيا خربت ما بينهم وابتدوا يقاتلوا بعض بكل حماسة، القتال كان شرس بينهم. كاي اتجنن وابتدى يضربه بكل قوة لدرجة ان ألفيريا رمى سيفه والارض ابتدت تتكسر. ساعتها كاي فضل يضربه بشراسة لحد ما جرح بطنه، ولكن ألفيريا بيخنقه بيقول له واد كحيان زيك لازم يموت، لكن ريري وجان بيعملوا سلاح قوي بالسحر وبيهجموا عليه، ومن قوة الضربة الدنيا اتدمرت على الاخر، ولكن برضه ما تأثرش ويا دوب دراعه هو اللي اتقطع، لكنه بيتعصب اكتر وبيتحاوط بالسحر. لكن كاي لفه كده واداله واحدة شوبلكس نيمته مكانه، وبيتضح انه كان مغيب ومش فاهم حاجة. ألفيريا بيعتذر منهم
معاهم عرفهم ان كل ده مش بسببه. بيقول لكاي انا عارف البطل سيد وانه كان زعلان من الكراهية اللي موجودة في هذا العالم، انت لازم تحاربها وتدمرها يا صاحبي. وساعتها الفيريا بيفارق الحياة اخيرا. وبعدها كلهم بيتجمعوا على صخرة. كاي بيسألهم امتى الفيريا ابتدى يتغير، فعرفوه ان اول لما رايزر ظهر والجدع اتجنن. وبعد شوية رين بتحلم بكابوس مرعب. ايوه بتصحى مفزوعة وبتلاقي كاي قدامها بتحضنه من كتر الخوف. جان بتسألها عن اجنحتها وفعلا قالوا لها كل حاجة. كاي عرفها ان ريني معاهم ومش ضد البشرية، وكمان ساعدته ان يهزم فانيسا. ساعتها جان وافقت على وجودها ولكن بشرط انه محدش يعرف السر ده غيرها. وتاني يوم بيعملوا اجتماع مع الزعيمة وشعبها واتفقوا انهم هيسيبوا المدينة وان البشر والالف ممنوع انهم يقربوا من مناطق بعض لمدة سنة لو كمان صلحوا سيف جان. وادوا كاي صندوق كبير من الرصاص السحري. والزعيمة قررت تخلي ريري تروح معاهم عشان الطريق. وبنروح بعدها لبطل الوحوش وبطلة الارواح واللي كانوا خايفين من اللي حصل لألفيريا وفانيسا. لكن المرعب لما بطل الوحوش بيقول لها هنا والآن عرق الارواح سيختفي تماما عن هذا العالم. وفجأة الاتنين ابتدوا يتخانقوا ويبهدلوا بعض على الاخر. وقبل ما بطلة الارواح تنتصر بيظهر رايزر وبيخنقها وبيفجر جسمها. وراس بيحاول يخلص على الاجزاء المتفجرة من جسم كيوكو بعد ما قدرت تغير شكلها وتهرب منه. وبالليل بنروح لمعسكر الابطال وفجأة بيظهر وحش ضخم جدا بيهجم عليهم وحتى الرصاص مش نافع معاه. ولما كاي وفالين حاولوا يهاجموه فشلوا تماما وقرروا ينسحبوا من قوة ضرباته المرعبة. وكاي مستغرب ان سلاحه منفعش على الوحش دوت. بعدها بيتجمعوا في مكان بعيد عنه وبيفكروا هيهزموه ازاي. ساعتها كاي قال لهم لازم نضربه في عينه، هي دي اضعف عضو سحري في جسمه. وقتها كلهم بيتحركوا وبيحوطوه من كل اتجاه. وفجأة الجنود بتضرب عليه نار وكله بيشتت انتباهه لحد ما كاي رمى عليه قنبلة عمته حرفيا. رين استخدمت سحرها وكهربته وكاي جري بسرعة واتضربه كمان. وساعتها رموه بالسحر الالفي ونقلوه من المكان تماما. وهنا جنب بتلاحظ كاي المصاب وكمان رين اللي بتعيط جنبه بتقول انا اسفة ما كانش قصدي، حقك عليا يا صاحبي. وريري بتروح تعالج جرحه وبيخلص اليوم على كده. وتاني يوم بيسمعوا صوت غريب بينادي عليهم ولما بيوصلوا لمصدر الصوت بيدخلوا هما التلاتة وبيخلوا ريري تحرس المكان. بعدها بيوصلوا لتمثال غريب ونفس الصوت بيقول لهم اهلا بكم يا ابطال، انتم هم الاطفال المختارين. وبيتضح بعدها ان الصوت جاي من التمثال اللي قصادهم. ولما بيسألوها انت مين بتعرفوا منها من العالم اللي انتهت في الحرب العظمى وكانت مستنيه حد ياخد مكان البطل سيد. وبتعرفوا منها صنعت السيف عشان تحمي البشريه من الشر والدمار. وبتقول لهم ان السيف استهلك كل قوتها وعشان كده ما قدرتش تمنع اعاده تجسد العالم ده مزيف والتاريخ وسجلات البطل سيد ممسوحه منه. جان بتقول لها انا مستحيل اصدقك، انت عايزه تقولي ان البشر في العالم ده بيقاتلوا من سنين طويله من غير اي فايده ولا ايه؟ انت اكيد بتكدبي علينا. التمثال بيعرفها ان بسبب اعاده التجسد كل حاجه اتعكست. وبتقول لها انت القائده الجديده، ايوه انت اللي هتاخدي مكان البطل سيد. انا راقبت العالم كويس من فتره، عالم متدمر ومتبهدل على الاخر، ولكن انت كنت قويه وحاولت تصلحيه بكل ما اوتيتي من قوه. وقالت لكاي انا عارفه انك هزمت فانيسا ولكن انت لسه مش مؤهل عشان تكون بطل البشريه، انت ما كانش ينفع تكون في العالم ده يا صاحبي. وعشان كده جان هي البطله ولازم تهزم رايزر والاربع ابطال وساعتها بس العالم هيرجع لطبيعته من تاني. ساعتها جان بتقول لها ايه اللي هيحصل لما نهزمهم يعني، فعرفتها ان ده معتمد على حجم التدمير اللي سببه تجسد العالم، خاصه ان رايزر كائن غريب وما ظهرش في تاريخ قبل كده. فسواء رجعتوا للعالم الاصلي او فضلتوا في العالم دوت فما حدش يعرف ايه اللي هيحصل بالظبط بعد هزيمه الابطال. بعدها بتقول لها اهزمي باقي الابطال يا جان، لازم تكوني بطله البشريه في هذا العالم. ايوه انتوا الثلاثه اللي هتساعدوا العالم يرجع لطبيعته. وبعدها بيخرجوا الريري وبيرفضوا يحكوا لها اللي حصل. وبعد شويه بنلاقيهم في العربيات مكملين رحلتهم وكاي بيشرب سحر الفي عشان يعالج جروحه. وقتها بينزلوا من العربيات وبيشوفوا المقبره من بعيد، بس فجاه بيتحوطوا بجيش من الارواح وبيهجموا عليهم ولكنهم ما بيموتوش. الكل بدا يتعب وشكلها النهايه، ولكن على طول بيظهر فرقه قويه معاهم اسلحه ناريه وفورا بيهجموا على الارواح وبيخلصوا عليهم. والقائد بتاع الفرقه بيرحب بيهم في منطقته وفالين بتكون عارفاه وعارفه انه شخص رغاي وبيحب الكلام. لكن فجاه الارواح بتهجم من تاني وبتحوطهم بحاجز سحر من كل ناحيه ومهما بيضربوا نار او رصاص الحاجز ما بيتاثرش. ساعتها كاي بتجيله فكره عبقريه، بيقول لهم اركبوا العربيات وانتظروا اشارتي. كلهم
وكلهم بيركبوا العربيات، وبيطلع سلاحه بطلقه واحده من مسدسه قدر يفتح الحاجز ويعدوا منه. كملوا طريقهم لحد ما وصلوا لبحيره غريبه، والقائد بيقول لهم المفروض ان مفيش بحيره في المكان دوت. ساعتها رينا قالت له ان دي مش بحيره يا صاحبي، وفجاه بتطلع ماده غريبه من البحيره وبتظهر قصادهم بطله الارواح كيوكو، ومن غير لا سلام ولا كلام البنت بتهجم عليهم وعلى طول بترميهم بالميه المتفجره ودمرت عربيه. كلهم بيجروا منها لحد ما كاي شقها نصين، ايوه بيولعوا فيها، ولكن الصدمه انها بتظهر من تاني وبتعكس الهجوم الناري عليهم، ولكن كاي سندالو قدر يصد الهجوم. وقتها البنت استغربت وبتقول له انت جبت منين السيف المقدس؟ السيف ده كان مع الشخص اللي دمرني، ايوه هو ده العدو بتاعي وبسببه اتعلمت لغه البشر عشان افهمه، ايوه البطل سيد هو عدوي. وبتعرفه ان العالم هيتدمر وهيبدا يتحول للأسوأ. لكن فجاه البوابه بتتفتح وبيظهر منها رايزر، وعلى طول مسكها وبيقول لقد تأثرت بطله الارواح بالكلمه المحرمه، جري تنفيذ الشفيره 0، وعلى طول بيفجرها حرفيا. ورايزر بينسحب بسرعه وبتظهر كيوكو من تاني وبتقول لهم كفايه، انا تعبت من المواجهه، انا كنت مفكركم اعدائي في الاول ولكني تعبانه من حرب مع إرس وكمان الكائن اللي اسمه رايزر. وعرفتهم بعدها ان رايزر مش تبع اي عرق فينا، وانما رايزر هو الكراهيه في العالم دوت. وبعدها بيقرروا يتحدوا مع كيوكو بشكل مؤقت، وبعدها خدتهم عند المقبره، عرفتهم ان يومها الثلاثه كانوا معترضين على وجود رايزر، ولكن إرس اللي كان مبسوط بوجوده هو الوحيد اللي متعايش معاه وقابله فينا. بعدها بيدخلوا جوه، ولما بيوصلوا للاخر سيف كاي بينور، بيظهر صوت بيقول لهم عليكم انقاذ العالم. ساعتها ريني بتقول لهم ده صوت البطل سيد، وبيقول لكاي انا انهزمت ومعرفتش احمي ريني، ارجوك اوصل للمستقبل اللي انا فشلت اوصل له. وفجأة بيختفوا من المقبرة، بيظهروا في نفس المكان الغريب اللي كاي لقى ريني فيه. ولما كملوا طريقهم لقوا تمثال لألفيريا وهو متصاب بسحر التحجير. ساعتها كيوكو بتلمسه وعرفتهم ان ده مش مجرد تحجير، ده متجمد ومتحجر والسبب في كده هي الشفيرة 0. بس فجأة بيظهر قصادهم رايزر اللي كان متعصب، وعلى طول بتبعد الأربعة اللي مالهمش علاقة بالبطل سيد. وفجأة رايزر بيبدأ يهجم ويكسر المكان عليهم. ساعتها كاي بيستخدم سحر وبيجمده، كيوكو بتهجم بسرعة وبيتخلص عليه. ساعتها عرفوا انه مستحيل هزيمته طالما هو في الفضاء المحيط، فلازم يهربوا ويحاربوه بره مكانه. وقتها كاي بيفتح بوابة سحرية عشان يخرجوا من هناك، ورايزر بيصرخ عليهم بكل عصبية. كيوكو بتحاول تمثال ألفيريا وبتسحبه معاها وبيخرجوا أخيرا. بس فجأة رايزر بيكون خرج للمقبرة وراهم وبيظهر قصادهم، وكمان بيظهر بقوة سحرية مرعبة على الآخر. على طول كيوكو بتهجم عليه ولكنه بيقدر يصد ضربتها. كيوكو بتفعل تعويذتها السحرية وبتفجر المكان كله. بعدها بنشوف كاي وريني على قيد الحياة، وقبل ما يخرجوا رايزر بيظهر من تاني ولكنه بينزف، وعلى طول بيخرج من جسمه أجنحة مرعبة، وفورا بيخطف ريني وبيهرب بيها بره المقبرة. بدأ يعصر فيها عشان يقتلها، ولكن ريني استخدمت سحرها وهي بتصرخ وفجرته بكل قوة. بيحاول يمسكها تاني ولكن كاي بيتدخل. كاي فالين والقائد بيتحدوا وبيضربوا الضربة خزعبلية. القائد بيحدفه بقنبلة وفالين بتضربه بسيف النار. باقي الجيش بيكملوا عليه وبيضربوه بالرصاص من كل ناحية، ولكنه وحش كاسر لا يتزعزع. وعلى طول جنب ترمي عليه سهم ناري بيكسر الحاجز وبيوصل لراسه، وبوم انفجار ضخم بيحصل في المكان. وبالفعل راس رايزر بتتقطع وبيتم هزيمته بنجاح. بس فجأة راس رايزر بتتكلم وبتقول طلاسم وكلمات غريبة، وفجأة بتتفتح بوابة من تاني وبيحصل انفجار ضخم بيدمر كل حاجة. ولكن فجأة بعد الانفجار رايزر بيتحول لجسم البطل سيد. كاي بيتعصب بيقول له ازاي تتجرأ انك تاخد شكل البطل سيد، وعلى طول بتبدأ المواجهة وضربات جنونية من كل اتجاه. ريني هي كمان بتمسك راسه وبوم بترزعه صواعق رعدية. ولكن فجأة رايزر بيفتح بوابة وبيخفي ريني. على طول كاي بيهجم عليه بكل قوة ولكن رايزر بيطيره، بيقول له انت كحيان يا صاحبي. وفعلا كاي بدأ يضخ شكلها النهاية، وبيفتكر الماضي، بيفتكر التدريبات اللي اتدربها زمان. بيفوق وبيقول له يلا تعالى، وعلى طول بضربة من سيفه بيقطع الفضاء المحيط. وبعد كده بنشوف ريني المربوطة عمالة تسمع أصوات التنمر والناس اللي بتكرهها، ولكن المرة دي كان عندها هدف تحارب عشانه واللي هو كاي. وفعلا على طول كسرت السلاسل وخرجت من سجنها، وكمان انقذت كاي قبل ما يموت من ضربة رايزر. كاي بيضربه برصاصة سحرية وبيكسر سيفه. كاي بينقض عليه ولكن رايزر بيطير سيفه. كاي بياخد نفس طويل وبوم طيره، وعلى طول ريني بترميله سيفه، وكاي بيجهز هجومه الاخير وبوم بيضربه
وضربة خزعبلية بتفشخه، واخيرا رايزر بينهار وبيختفي عن هذا العالم. ولكن فجأة ريني بتقرب من البوابة وهي بتهمس بكلام مش مفهوم، وفجأة بيحصل انفجار عظيم بيرجع العالم لطبيعته. وبعد مرور 3 ايام من انقاذ العالم، كاي بيصحى من النوم اخيرا، وريني بتحضنه من كتر الخوف، وكانت لسه هتعترف له بحاجة، ولكن فجأة جان وريري بيدخلوا عليهم. وبعد ما بيطمنوا على كاي بيروحوا للمقبرة عشان يشوفوها، وبنلاقي كيوكو لسه عايشة ولكن بجسم صغير وضعيف، وهتفضل كده لمدة 30 سنة. وبعدها الكل بيقرر يكتشفوا معلومات اكتر عن رايزر والوحوش الاسطورية، ومن هنا تنتهي حكايتنا. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتقول لنا رأيك في الحكاية. سلام.